السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعي ومحبي قناة الكرة المصرية والعالمية في كل مكان. النهاردة معانا أخبار قوية ومثيرة عن منتخب مصر، ولكن قبل ما نبدأ أخبارنا ياريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. وأول خبر معانا بيقول الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يقرر أن المباراة القادمة أمام غينيا بيساو هتكون فرصة لتجربة لعيبة جديدة ووجوه جديدة للمنتخب المصري واختبار أفكار تكتيكية مختلفة، وده معناه إننا هنشوف تشكيل جديد تقريبا. والتشكيل المتوقع بيضم مصطفى شوبير لحراسة المرمى، أمامه أحمد عيد وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد حمدي في الدفاع، ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا في خط الوسط. أما في الخط الأمامي فيكون أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل، يعني مزيج ما بين الخبرة والشباب وتجهيز جيل جديد للمنتخب المصري. ولكن كمان في غيابات مؤثرة في المنتخب في المباراة القادمة، وأبرز الغيابات هيكون حمدي فتحي ومروان عطية لتراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل كل لاعب منهم على بطاقتين صفراوين. وكمان محمد صلاح ممكن يبدأ المباراة من على دكة البدلاء، حيث قرر الكابتن حسام حسن إراحة الكابتن محمد صلاح، ويمكن من الدفع به في الشوط الثاني علشان يرتاح بعد ضغط المباريات الأخيرة. مصر هتلعب المباراة القادمة بدون ضغوط، وخصوصا بعد وصولها للمونديال، وده بيدي فرصة لتجربة تكتيكات هجومية أكتر. وممكن نشوف المنتخب يبدأ بثلاثي أمامي سريع زي زيزو وإبراهيم عادل، وحرية حركة لأسامة فيصل في العمق الهجومي. ولكن التحدي الحقيقي هو ثبوت الخط الخلفي، والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن عايز يشوف مدى انسجام الدفاع بعد التغييرات. كل ده استعدادا للمرحلة النهائية قبل خوض أفريقيا والمونديال. ودلوقتي الكلمة لكم يا جمهور مصر العظيمة، تتوقعوا مين يكون نجم المباراة اللي جاية؟ وهل انت مع راحة الكابتن محمد صلاح؟ ياريت تكتبولي رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبك ياريت تشترك في القناة ومتنساش اللايك الجميل بتاعك عشان يوصلك كل جديد من قناة الكرة المصرية والعالمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.